الا عندك بيزنس وبغيتي تنجح فيه اخطر حاجه تبقى مركز عليها في 2026 هي التبيع. قلنا سابقا ان المشكل الاول هو ما تكونش عندك ثقه، ثاني مشكل هو انك ما تكونش كتملك الجمهور ديالك، المشكل الثالث اليوم هو انك الا بقيتي خدام غير على الشورت تيرم غتقتلهم بجوج. ملي كتبقى تبدل الرساله ديالك كل مره وكتستعمل بزاف ديال الهوكس، شنو تيوقع؟ غتقدر تبيع اليوم ولا غدا، ولكن الثقه ديالك كتضعف وكيصعب عليك تجمع ناس مهتمين وثاقين وتردهم من بعد الاصول، حيت الاداء القصير او الشورت تيرم ما يخليك ديما تبالغ وتضغط وتستعمل الالحاح باش تبيع لهم. المشكله ان العميل كيحس بهذا الضغط وكيحس بانك باغي تبيع ليه وتربح الصفقه وماشي العلاقه، وحتى الا شرا عندك المره الاولى والمره الثانيه غادي يعيق وما غيعاودش يرجع يشري من عندك، حيت الشورت تيرم ماركتينغ كيعطيك الارقام، اما السيستم ماركتينغ كيعطيك استقرار. الا ما بنيتيش الثقه وما حولتيش ديك الثقه الملكيه راك غادي تبقى تجري ودير نفس المجهود كل نهار، وكون اكيد انك ما عمرك تقدر تحافظ على نفس الاداء. راه البيع مهم متفق معك، ولكن الا كان البيع كياكل من البراند ديالك راه كون اكيد انك كتحرق المستقبل ديال المشروع ديالك. اهم حاجه خصك تعرف وتوصل ليها هو ان البراند القوي كيبقى ديما تيبيع واخا يحبس الاعلانات. الخلاصه شورت تيرم بزنس غيعطيك كاش، اما اللونج تيرم بزنس غيعطيك باور، وبزاف ديال الناس مالوغوزمون كيجريو برا الكاش وكيخليو الباور اللي غتجيب لهم مور كاش في الفيوتشر.